أهلا وسهلا بكم متابعي أفلام الخمسينة الكرام. حبايبنا متابعي أفلام الخمسينة، لو عايزين ملخص فيلم معين اكتبوا لنا اسمه في الكومنتات ويلا بينا علشان نشوف قصة فيلمنا النهاردة. بعد موت الأخت التوأم لإحدى الفتيات بطريقة غامضة، بتستخدم الأخت أغرب الطرق في محاولة كشف الحقيقة، وده اللي هنعرفه في فيلم النهاردة. فيلمنا بيبدأ في مستشفى أمراض عقلية وعصبية، والدكتور اللي بيبقى مسؤول عن المرضى اسمه تيد، والمساعد بتاعه إيفان، وهو اللي بيراعي المرضى وبيشوف طلباتهم. لكن ظروف شغله بتحكمه فبيشتغل الشفت المسائي، وبالتالي ما بيقدرش يقضي وقت ممتع مع مراته داني. وبنروح لداني وبنشوفها وهي بتقفل فتحة في الطابق العلوي علشان محدش يقع منها وهو مش واخد باله. وبعدها بتكلم تيد وبتعرفه انها تخرج تاكل بره لحد ما يجيلها هو الصبح، وبتقترح عليه كمان انهم يدعوا اختها دارسي للعشاء، وبالمره تطمن عليها لانها مريضه كانسر وعايشه لوحدها ومحتاجه اللي يراعيها. وبنلاحظ انها مثبته كاميرا في الدور السفلي من البيت، وبتكون مظبطاها على انها تاخد لها لقطات عشوائيه متتابعه طول ما هي ماشيه، وهنعرف ليه قدام. وبعد ما بتخلص المكالمه بتنزل تجيب الجاكيت بتاعها من العربيه، وبتحس ان في حركه غريبه حواليها فبتسلط الضوء على الشبابيك، لكن مش بتلاقي حاجه فبتاخد بعضها وتدخل البيت. وبعد لما بتقفل الباب بيجي واحد شكله مريب جدا وبيطلب منها انها تفتح له، وحذرها وقال لها ان في حد دخل البيت قبلها وممكن يقضي عليها دلوقتي في اي لحظه، وقال لها ان هو شافه وقت ما كانت عند العربيه. وطبعا مش بتصدقه وبتقول له يمشي من هنا بسرعه علشان تيد ممكن يجي ويعمل له مشكله. فبيرد عليها وبيعرفها ان جوزها بيشتغل الشفت المسائي وانه مش هيقدر يجي دلوقتي خالص، وهنا بتحس انه مريض من المرضى بتوع تيد، ودي طبعا مشكله اكبر. فبتقول له يمشي من هنا بسرعه والا هتطلب له الشرطه. فبيقول لها اطلبيهم، وهنا حست انه فعلا جد في كلامه فبتقرب من الباب علشان تفتحه. بعدها بننتقل لمشهد بيظهر فيه واحد من المرضى اسمه ديكلان، وهو عمال بيرسم، وفجأة حس ان في شخص عمال يخبط على الباب وبيعمل حركات واصوات غريبة، فقام يشوف فيه ايه وكان مرعوب جدا وبيفتح الباب وبيروح يستخبى تحت السرير. وبعد الدنيا ما هديت قام يشوف فيه ايه ولقى شخص مقتول بطريقة بشعة جدا قدام الباب، والغريب انه لقى نفس العين اللي كان لابسها الشخص اللي كان بيحذر داني. وبعد كام يوم بيروح تيد يزور دارسي في بيتها، ووقتها بنعرف انها كفيفة ومش بتشوف لكن حاسة السمع عندها قوية جدا، فسلمت عليه وبدأ يدردشوا مع بعض شويه. وبعد شويه عرفها تيد ان ديكلان بارت مات الاسبوع اللي فات، وهو يعني كان جاي علشان يديلها حاجه من قطره زي ما طلبت منه علشان تعرف سبب موت اختها. وهنا بنفهم ان هو نفس الشخص اللي كان بيحذر اختها داني في البيت قبل ما تموت، وفي الاخر قال لها ان هو غلطان جدا ان هو خرج المريض ده من المستشفى من غير ما يكمل علاجه. وهو ماشي قال لها ان هو هيتجوز واحده صاحبته اسمها ايان واللي اتعرف عليها في المستشفى. قالت له بالسرعه دي ده انت حتى ما استنتش يعدي على وفاتها سنه، وهو طبعا ما بيعرفش يرد عليها فبيضطر ان هو يسيبها ويمشي قبل ما تموت. وبتروح هي علشان تسمع رسالة صوتية كانت سايبها لها داني قبل ما تموت، وبنعرف منها ان هي اللي قايله لها تحط الكاميرا في القبو علشان لو في اي شبح او اي حاجة تصورها، وده لان داني كانت حاسة ان البيت مسكون. وبعدين دارسي بتجيب الاثر اللي سابه لها تيد، وبتطلع نفس العين بتاعت اوين بول، نفس الشخص اللي كان بيحذر داني. وهنا بنفهم ان في حاجه مش مظبوطه، ازاي هي طلعت لاوين بول والناحيه التانية قال لها تيد انها ملك ديكلان المريض اللي كان عنده. في حاجه مش مفهومه، بس ما تقلقش هنفهم كل حاجه قدام. حاليا بتحط دارسي ايديها على العين وبتشوف لقطات مش مترتبه لاوين بول، واللي كان شخص غريب جدا في تصرفاته داخل البيت يوم ما قتل داني. ولو سالتني هي عملت كده ازاي هقولك ان هي عندها قدره روحانيه وبتقدر تعمل منها اسقاط نجمي وبتعرف بيها خبايا العالم السفلي. المهم ان هي بتروح عند صندوق غامض وبيتقفل المشهد على كده. وبعد فترة مش طويلة بيكون خلاص تيد اتجوز ايان وجابها البيت، لكن مش بتكون مرتاحة وبتكون متضايقة من تيد علشان بيسيبها كل يوم لوحدها وبيقول لها ان دي مسألة وقت لحد ما الدكتور كوارتي يطلع على المعاش، وبعد كده المواعيد القديمة هترجع زي ما كانت. واثناء ما هي بتقلب في الكاميرا في صور داني القديمة بتقف عند صورة وبتلاحظ فيها حاجة غريبة جدا، وهي ان في شخص انعكاسه في ازاز الشباك وشكله مش طبيعي. والمشكلة هنا ان الصورة دي متاخدة من يومين بس، وبتعرف تيد انه هي داخلة تنام امبارح شافت شبح داني لكنه ما بيهتمش وبيقول لها تهيؤات. فعرفته ان دارسي جابت لهم صندوق امبارح وهي مش عارفة تفتحه علشان مقفول. والغريب في الموضوع اصلا ان دارسي بتكون مستنياهم بره البيت، فبيفتح لها تيد وبيدخلها، وما بيكونوش اصلا عارفين ايه سبب الزيارة الغريبة دي، بس هي بتقول له ان هو اللي عزمها الاسبوع اللي فات وقت ما كان عندها. فبيعرفها ان هو مشغول وايان كمان مشغولة، يعني كده زق عجلك علشان تحس على دمها وتمشي. لكنها بتقرر ان هي تبات عندهم النهارده، وبتروح عند الصندوق وبتفتحه وبتطلع منه مانيكان خشبي كانت نحتها والدتها زمان وبتديه لهم في البيت كهديه، وبيسيبها تيد مع ايان وبيروح شغله. وهو في المستشفى بيجي على مريض كده شكله حالته متاخره قوي، وبيسيبه
وبيروح المكتب وبيفتح ملف ديكلاند وبيقلب في الصور بتاعته، والصور بتبقى مرسومة بطريقة مرعبة ومش طبيعية خالص، واكيد كان ليها مغزى وبتوحي الحاجة. وبنرجع لدارسي وهي قاعدة لوحدها قدام المانيكان، وبتبقى ايان عايزة تسيبها في البيت لوحدها وتمشي، لكنها مش بتلاقي مفاتيحها مكان محطتها، وبتخرج تدور عليها في كل مكان وبرضه مش بتلاقيها، وبتضطر ان هي ترضخ للامر الواقع وتقعد مع دارسي. وفي الليل بتقدم لها الاكل وبداوا يدردشوا مع بعض شويه، وبتسالها دارسي كام سؤال كده بخصوص علاقتها هي وتيد وعلاقتهم ببعض، وفي الاخر بتعرفها انها عندها القدره في قراءه الجمادات، يعني بمعنى ادق بتعرف اي تاريخ بمجرد ما تحط ايديها على الحاجه، بس بشرط ان يكون الاثر ده اقرب حاجه من الجلد، زي مثلا خاتم، ساعه، حلق، وهكذا. فبتسال دارسي سؤال لايان وبتختبرها بيه وبتقول لها لو جالك شخص غريب في اخر الليل وطلب انه يخش البيت هتدخليه؟ ردت عليها بكل عفويه وقالت لها لا طبعا، انت مفكراني غبيه ولا ايه؟ وهي كانت تقصد داني. فقالت لها دارسي انا عارفه انت تقصدي مين بكلامك ده، وعرفتها ان اوين بول مش هو اللي قتل داني، وحكت لها ايه اللي حصل بالظبط يوم الحادثه، وهو في اليوم اللي ماتت فيه داني ما رضيتش تفتح الباب، وانها سابت اوين بول بره وما دخلتهوش، لكن من شده خوفها مسكت شاكوش في ايديها وراحت تشوف الكاميرا وخدتها ودخلت بيها الخيمه وفضلت تقلب في الصور، واتصدمت لما لقت الكاميرا صورت شخص غريب جدا ومرعب واقف عند الخيمه. فبتفتح الخيمه علشان تشوف مين، وفجاه ظهر لها الشخص ده قدامها مره واحده وقتلها في لمح البصر. وهنا ايام بتقول لها ان بول كان مختل عقليا، وان تيد قايل لها ده، وانه كمان هو اللي قتل والدته بسبب ان هي عورته في عينه، وانها كانت عايزه تعوره في عينه التانيه. فدارسي بتقول لها ان هو كان بيدافع عن نفسه وقتلها. وعلى الجانب الاخر في المستشفى بيتفقد ايفان بول، وكان ساعتها قاعد بيصلي على روح والدته، فبيتريق عليه ايفان وبيسيبه وبيمشي. وبنرجع تاني لايان وهي بتسال دارسي ازاي هي الوحيده اللي عارفه كل اللي حصل بالظبط. راحت مطلعه لها عين بون اللي كان لابسها يوم الحادثه، وفي الوقت ده كان تيد قاعد مع ايفان بيلعبوا شطرنج في المستشفى، واثناء ما هما بيتكلموا بتيجي سيره دارسي في الكلام، وايفان بيسال تيد وبيقول له انت ليه ما بتجيبش سيره ان مراتك ليها اخت توأم كفيفه؟ وتيد بيقول له عرفت ازاي؟ وقال له امبارح وانا بتمشى لمحت مراتك قاعده وكان شعرها ابيض فكنت بحسبها شبحها، فلما قربت منها عرفت انها اختها التوأم. وفي الوقت ده ايام بتتصل على تيد وبتقول له انها خايفه تقعد لوحدها مع دارسي، وقالت له انها عارفه داني ماتت ازاي بالظبط، وقالت له مش كلايد واللي قتلها ايفان المساعد بتاعك. وطبعا تيد مش بيقدر يستوعب حاجه من اللي هي بتقوله، وبيقول لها انا هحاول اجيلك في اسرع وقت ممكن. وبتقفل معاه وبتروح تتفقد دارسي، وبتترعب لما بتلاقي المانيكان راسها اتحركت ناحيتها، فبتنزل تشوف حكايته ايه. وقتها دارسي كانت نايمه وهي بتفضل تدور فيه يمين وشمال وفوق وتحت، وفي الاخر بتطلع من ثقوب من راسه وحاجه كده عامله زي العمل السفلي، وبتطلع كمان صوره لداني ودارسي وهم كبار وهم صغيرين، واخر حاجه بتطلع ضرس، وبتكون مش فاهمه اي حاجه. وفجاه بتصحى دارسي وبتقول لها رجعي كل حاجه مكانها، وانا مش عارف هي شافتها ازاي اصلا، فبتسيبها ايان وبتطلع تنام. فبتروح دارسي للمانيكان وبتنام قدامه، وتاني يوم الصبح تصحى ايان وبتقلب في كاميرا بتاعت داني وبتشوف فيديو قديم ليها هي وتيد مع بعض، وبتعيد الفيديو للمره التانيه، وفجاه كده بتشوف شبح لداني، فبتترعب والكاميرا بتقع من ايديها مره واحده، وبتبدا تتخيل بالشبح في الاوضه، وعلى طول بتاخد بعضها وديلها في اسنانها وتقول يا فكيك، وبدات تحس بحركات غريبه حواليها. فبتروح عند الصندوق وبتفتحه وبتلاقي فيه المفاتيح، فبتاخدها بسرعه وبتخرج بره البيت خالص، وهي بره نور البيت كله اتطفى وظهر لها شبح داني، فعلى طول خدت عربيتها وبعدت عن المكان خالص وسابت دارسي لوحدها في البيت. وبيرجع تيد للبيت وبيدخل يلف لفه كده في البيت، وهو ماشي بيشوف دارسي قاعده بتعيط، فبيسالها على الكلام اللي قالته لايان، وبتقول له ان ايفان المساعد بتاعه هو اللي قتل داني، بس هو بيقول لها ان بول هو اللي قتلها ساعه ما كان عندها، بس هي بترد عليه وبتقول له بالعكس ده هو كان جاي علشان ينقذها. فبيقول لها احنا لازم نكشف عليكي لانك انت كمان بدات تتخرفي. فبتقول له انا تمام تمام يا اخويا، انت اللي سلامه عقلك، ولو عايز تقتلني زي ما قتلت اختي روح كلم ايفان علشان يجي يخلص عليا. وبتقول له انت خلصت عليها لانك شكيت انها بتخونك، وانت اصلا كنت بتتلكك علشان تخلص منها وتتجوز صاحبتك ايان، وده فعلا اللي حصل، وبكده تكون كشفته، لان تيد ساعتها كلم ايفان وقال له انه يخلص على داني، وقال له ان هي هتكون في البيت يوم الجمعه. وفي الوقت ده بول كان سامعهم وهو في المستشفى وقرر ان هو ينقذها، وعلى طول هرب من المستشفى وراح يحذرها، لكن داني كانت مش مطمنه له وما رضيتش تسمع كلامه وتفتح له الباب. وكل ده كان تيد بيحاول يبعد التهمه عنه، فبتعرفه دارسي انها هتندمه على كل اللي عمله في اختها. راح ردد عليها وقال لها اللي عندك اعمليه، ومطرح ما تحطي راسك حط رجليكي، وسابها ورجع على المستشفى تاني، وساب لها التليفون بتاعه في البيت وعرفها انه لو رن عليها ترد عليه، بس هي بتقرر تنتحر وتنط من الفتحه اللي في السقف. وبيروح تيد لايفان وبيقول له احنا كشفنا، وايفان بيروح البيت علشان يخلص على دارسي، وبعد لما بيدخل بيلاقيها مرميه على الارض بس لسه فيها الروح. فبيعرف تيد ايه اللي حصل، ووقت ما هو ماشي في البيت شاف كاميرا عماله تصور لوحدها وحس ان في حاجه مش مظبوطه، وهنا قررت دارسي تندمه على
على اليوم اللي قتل فيه اختها وبدات تتحكم في المانيكان، وفضل يطارده لحد ما وصل بيه الحال انه يرمي نفسه وبيقع على الارض فبيتعور، والمانيكان مش بيسيبه في حاله وبيفضل يطارده. وبعد كام يوم بيفوق ايفان وبيلاقي نفسه في المستشفى متكتف في السرير، فبيعرفه تيد انه لما صحي بدا يخرف بكلام مش مفهوم قدام الدكاتره، ففكروه مجنون ولا حاجه، وهو كان عايز يعترف بكل الجرائم اللي عملها للشرطه ومنها الجريمه بتاعت داني. وطبعا كده تيد هيروح معاه في 60 داهيه، فبيقول له انت خلاص مت، ولو حد سال هنقول مريض نفسي مات بطريقه غامضه، وكده كده محدش هيسال على مجنون. وبيروح تيد يجيب المريض اللي حبسه في الاوضه لانه خطر جدا، وبيدخله لايفان، وبدا المريض ده ياكل في جسم ايفان على طول. على الجانب الاخر رجع تيد للبيت ولقى ايان سايباله رساله بتقول له انها مش عايزه تعرفه تاني وما يفكرش حتى يرن عليها، وبيلاقي حد سايب له طرد على الباب، فبيفتحه بيلاقي فيه الجرس بتاع دارسي، فبيحطه قدامه بيستخدمه، ونسي ان كانت دارسي قايله له ومحذراه من استخدامه في اخر زياره ليها. وبيفضل قاعد مستني حاجه تحصل، واخر حاجه بيشوفها الخادم بتاع الفندق اللي كانت بتكلمه عنه. بس كده وبينتهي الفيلم بتاعنا. لايك شير سبسكرايب، واشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معاكم المعلق الصوتي محمد خليل.